صباح الخير او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو. معاكم مطبخ نيرو. النهارده بقى هعمل معاكم الترند الجديد. طريقته سهله جدا وفعلا حقيقي طعمه تحفه. عملته النهارده بكل سهوله. هعمله معاكم ان شاء الله بطريقه سهله جدا وبمقادير مظبوطه، ان شاء الله الطريقه تنال اعجابكم. وعملت كده الاشكال دي عشان نفرح بيها الاطفال الصغيره كده. من كوبايتين دقيق وبيضتين عملنا الكميه دي كلها ما شاء الله. عملتها بطريقه سهله جدا. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونشوف المقادير والطريقة. هنزل بقى كده بكوباية سكر بالمج الشاي العادي. كل المكونات تبقى بنفس الكوباية. هنزل كده بكوباية من السكر. طبعا هنعمل في الخلاط لان الخلاط اسهل بكتير. وهحط انزل كده باربع بيضات. نزلت كده باربع حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة. وابدأ بقى اضرب البيض مع السكر في الخلاط. لو عايزة تضربيه بالمضرب العادي مفيش اي مشكلة، بس احنا بنسهل على نفسنا كده بالخلاط. هضرب بقى لحد ما القوام يفتح والسكر يدوب معايا خالص. كده السكر داب مع البيض بقى بالشكل ده والقوام افتح زي ما قلت لكم. هنزل بقى كده بكيسين من الفانيليا. وانزل بقى كده بكوبايه من الزيت. وابدا بقى كده انخل الدقيق. انا عايزه اقول لكم ان الدقيق ده انا نخلته دي تالت مره هنخله. انا حطيت 5 كوبايات ونص دقيق، ومعايا كده نص كوبايه احتياطي هشوف هحتاجها ولا ايه. هنزل كده بمعلقتين من نشا، معلقتين كبار كده هرمي. هحط برضو معلقتين بيكنج باودر صغيرين. وهزود كده ذرة ملح. واقلب بقى كده كل المكونات الجافة مع بعض. وهنزل بقى كده بالخليط اللي انا ضربته في الخلاط بسم الله. واقلب بقى كله مع بعضه كده. بلم الدقيق مع الخليط كده باطراف صوابعي بالشكل ده. مش عايزين نعجن. خلصت كده الدقيق كله اختفى بالشكل ده. لميت كل المكونات كده مع بعض. بص ما شاء الله العجينه كده لينه بس في نفس الوقت مش بتلزق معايا. وتعرفي ازاي اذا كانت العجينه ناجحه معاكي او لا؟ هتضغطي عليها كده بالشكل ده. طالما ما شققتش معاكي ولا حصل لها اي حاجه يبقى كده العجينه ناجحه. اهي بالشكل ده بصوا ما شاء الله. ولا بتشقق ولا اي حاجه، يبقى كده العجينه تمام ومية مية. هبدا بقى كده اقسمها. هاخد كده نص العجين وازود كده معلقتين شوكولاته كبار. طبعا زودنا كاكاو يبقى لازم نزود كده شويه زيت عشان نعجن بيه، لان كده هتبقى العجينه ناشفه قوي. هزود كده معلقتين. وابدا بقى الم كده الكاكاو مع العجينه. كده خلصت عجين اللي هي بالشوكولاته اهي. هركنها بقى على جنب. وابدا افرد بقى اللي هي بالفانيليا. وابدا بقى كده افرد عجينه الفانيليا بسم الله. فردت بقى عجينه الفانيليا كده بالشكل ده. لو عايزه تتسوى ولا حاجه سواها كده من الجناب. هبدا بقى كده اخد عجينه اللي هي بالكاكاو افردها. بصوا ما شاء الله العجينه. بصوا العجينه طريه بس مش بتلزق. بصوا. وتعرفي ازاي ان هي ناجحه معاكي؟ عملنا كره كده. طالما الكره دي ما شققتش يبقى العجينه كده ناجحه معاكي. هبدا بقى كده افردها. هبدا بقى كده احط الطبقتين على بعض. واسوي بقى الاطراف كده. وبعدين اتنيهم بقى على بعضهم بالشكل ده كده. وبعدين افرد بقى كده.
احنا بنقعد نطبقها بقى كده عشان نعملها تبقى مورقة. وابدأ بقى اسويها افردها تاني. كده بقى بالشكل ده. بصوا طبقة الفانيليا بقت خفيفة خالص. كده بقت الكيكة جاهزة معايا. كده بقى فردت العجينة خلصتها، طبقتها كده 4 تطبيقات عشان تدينا عدد طبقات كتير. وهبتدي بقى احطها كده في الصينية، والصينية برضو هدهنها دهنة زيت خفيفة. ومشغلة كده الفرن على درجة حرارة 180. وهبدأ بقى احط الكيكة. بسم الله. مشغلة بقى الفرن على درجة حرارة 180. احطها بقى كده في الرف اللي هو في النص اللي في الفرن على الشبكة. واول ما الاقي الوش ده خد لون خفيف خالص هطلعها. كده الكيكة طلعت معايا اهي. سبتها لمدة 25 دقيقة بالظبط. اول ما لقيت الوش كده بدأ ياخد لون طلعتها على طول، ما تطوليش عليها عن كده عشان ما تنشفش برضو معاكي. وعملت كده الشكل ده، وعملت الصاج ده ما شاء الله اللهم بارك. بنفس العجينة عملت مقدار تاني بس نص المقدار بقى، لان ولادي شبطانين ان هم يفرقوا على اصحابهم بكرة ان شاء الله في المدرسة. فبرضو ما حبيتش ازعلهم فعملت لهم الاشكال دي. هم عايزين بقى يعملوا قلوب وحركات كده، فما حبيتش ان انا ازعلهم برضو. المقدار المظبوط 4 بيضات ليهم كوباية زيت كوباية سكر، تمام. 5 كوبايات ونص دقيق. خلي بالكوا برضو لو العجينة كانت طرية معاكوا زودوا كده معلقة دقيق. لو العجينة برضو ناشفة زودوا معلقة زيت، ما تكتروش برضو. حاجة بسيطة كده. لكن ان شاء الله المقدار المظبوط 5 كوبايات ونص بالظبط. الاشكال برضو اللي انا عملتها في الصاج فردته كده على المفرش السيليكون، تمام. وقمت جايه بقيت اقطعه بقى بالقطعات دي. طريقتها سهلة جدا. انا جبت بقى شوكولاتة اللي هي دريم دي. جبتها بالحليب لان انا بحب بالحليب طعمها بيبقى احلى. وجبت شوكولاتة سما دي برضو، جبتها شوكولاتة بيضة عشان ازين بيها الوش كده. سيحت برضو الشوكولاتة كده على حمام بخار. حابة تسيحها برضو في الميكرويف مفيش اي مشكلة، بس ما تطوليش عليها في الميكرويف عشان ما تخرصش معاكي. طبعا الكيكة بردت تماما. هحط بقى كده على الوش شوكولاتة. حابة تحطي برضو شوكولاتة بيضة حطي. حطيت كده شوكولاتة بيضة في كيس تلاجة بالشكل ده. وابدأ بقى كده اعمل خطوط. وجبت خلة بقى كده. وابدأ بقى اعمل كده بالشكل ده. بسم الله. هبدأ بقى كده اقطعها. بين كل تقطيعة وتقطيعة همسح كده السكينة بالمنديل عشان برضو ما تبهدليش طبقات الكيكة. هركن دي كده على جنب على ما اخلص الصاج. عملت بقى كده الاشكال الصغيرة عملتها بالشكل ده. وعملت كده برضو عليها حروف عشان نفرح الاطفال الصغيرة. الكمية دي كده كلها ما شاء الله من بيضتين وكوبايتين ونص دقيق عملوا معايا كمية حلوة قوي. وكده الكيكة اهي بعد ما اتمسكت معايا حطيتها لمدة 10 دقايق كده في التلاجة. هبدأ بقى كده اطلعها. بصوا ما شاء الله اللهم بارك الطبقات حلوة قوي. بصوا. بصوا ما شاء الله الطبقات حلوة قوي. عايزه اقول لكم ان هي عامله ميكس بين البسكوت وبين الكيكه، فعلا حلوه قوي. مش بس شكل حلو لا طعم جميل كمان. جربوها يا بنات وحقيقي مش هتندموا لان فعلا الوصفه حلوه قوي. وعملت بقى الاشكال دي كده عشان نفرح بها الاطفال بالشكل ده كده. حطيت كده برضو من على الوش شوكولاته بالحليب وشوكولاته ساده وشوكولاته بيضه، النوع اللي انت حابه تعمليه اعمليه.
كده بقى خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.